السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة. قناة مطبخ إسراء هاشم. يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل سلطة التومية. التومية من السلطات اللذيذة جدا، وكلنا بنحب ناكلها جنب الشاورما أو جنب المشويات. هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة وبمكونات موجودة عندنا في البيت. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتنا. هنجيب حلة وننزل فيها بكوباية من المية، عليها معلقتين كبار من النشا، وهنقلب النشا الاول على البارد عشان النشا ما تكلكعش معايا. بعد كده هشغل النار وهفضل اقلب تقليب مستمر عشان الخليط ما يتحرقش مني لحد ما يوصل للقوام التقيل ده. هبدأ انزل بالخليط بتاعي في طبق او طاجن او اي حاجة متوفرة عندك، وهسيب الخليط بتاعي لحد ما يبرد تماما. الخليط اول ما يبرد هلاقيه تقل كمان شوية، وهيبقى اشبه بخليط المهلبية. اول ما اتأكد ان الخليط برد معايا تماما، هجيب الخلاط بتاعي وهنزل بالخليط، وده شكل الخليط بتاعي بعد ما برد. هنزل بيه بالشكل ده كده، وبعد كده هنزل بأربع فصوص صغيرين من التوم، ولو التوم اللي عندك كبير هتنزلي بفصين بس. بعد كده هنزل بنص ليمونة، ومعلقتين كبار من الزبادي، معلقتين كبار من المايونيز، وربع كوباية من الزيت. وهضرب الخليط بتاعي في الخلاط لحد ما كل المكونات تتداخل في بعضها وتتجانس. اول ما يوصل للقوام ده هجيب بولة صغيرة وهنزل بالخليط. طبعا انا يعني نزلت الحواف كده بالاسباتيولا عشان الخليط يتضرب كويس. بعد كده نزلت بالخليط في البولة وغطيته بستريتش راب عشان هسيبه في التلاجة ليلة كاملة عشان القوام يتقل معايا. وده شكل التومية بتاعتي بعد ليلة كاملة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء. سلام.